بتتكلم على قصة نزل صلاح والمصريين بس بشكل غير مباشر، قال ان ده بيعمل ضغط عليه، لكن هو تمام. بيقول ان المصريين بيحبوا الكورة، هو نفسه ان هم يشوفوه فعلا يعني. تمام. طيب عموما نتمنى التوفيق طبعا لمحمد صلاح، وبنقول للناس يعني اهدوا شويه. محمد صلاح بيلعب في تشيلسي، واحد من الفرق اللي هي ايه، الاليت، بتتسمى الاليت في العالم. اول لاعب مصري يلعب في فرق في الصف ده من الفرق. نتمنى ان احنا نهدى عليه شويه يعني، عشان الولد يقدر يبقى يعمل حاجه يعني. بالظبط، يعني الموسم الجاي ان شاء الله نشوفه في احسن حال ان شاء الله. طيب نتنقل سريعا على الفرق المصريه بقى وبطولات افريقيا. الاهلي امبارح في دور ال 32 قدر ان هو يتاهل على حساب يانج افريكانز التنزاني بضربات ترجيح 4-3 بعد لما الاهلي فاز هنا في الماكس في اسكندريه 1-0، وكانت نتيجه الذهاب في دار السلام 1-0 ليانج افريكانز. الاهلي تاهل بصعوبه. انت شفت يعني خلينا نقولها تاهل بالحظ، تأهل متعثر جدا. يعني لو لاعب يانج افريكانز اللي شاط ضربه الجزاء الاخيره كانت جت جون، ما كناش شفنا الاهلي. الضربه الخامسه اللي هي شاطها بره. يعني حتى شريف اكرامي مش من الضربات اللي صدها دي، الكره طلعت بره خالص. فده توفيق. توفيق وعدم توفيق. طيب الاهلي ايه المشكله؟ يعني احنا شفناه الشوط الثاني مضيع 5 فرص تقريبا كامله. اكيد المشكله مش السحر زي ما الناس قالت. لا اكيد طبعا مش السحر يعني، ومش الخط اللي شاله رامي ربيعه. بالظبط، لان معظم الناس عنونت بالموضوع ده، ان الاهلي من ساعه ما شال الخط اللي على خط المرمى السحر اتفك وجي اهداف وبتاع. فاكرين برضه نفس الواقعه حصلت في ماتش مصر والنيجر قبل كده، والمعزه والسحر والخرافات بسبب المعزه بالظبط. فاكيد مش ده السبب. النادي الاهلي طبعا عنده مشكله صريحه جدا وباينه لكل الناس. مفيش سترايك، مفيش مهاجم صريح في النادي الاهلي جاهز دلوقتي. صعب ان احنا نعتمد اكتر، او النادي الاهلي يعتمد اكتر على عمرو جمال. عمرو جمال لسه صغير، عمرو جمال لعيب ممتاز مثلاً. وان شاء الله يبقى ليه مستقبل كبير جدا، لكن برضه ما ينفعش تعتمد عليه بنسبه اي فريق في العالم كبير، مش اي فريق في العالم، اي فريق في اي دوله افريقيه ما بتلعبش كوره كويس عندها 3 4 مهاجمين بيبقوا جاهزين. يعني ما ينفعش يبقى عندك مهاجم واحد جاهز، على الاقل خالص يبقى عندك 3 مهاجمين. تمام. النادي الاهلي عنده حاليا عمرو جمال، والباقي يعني مش في مستواه. احمد رؤوف ما خدش فرصته اصلا يعني. احمد رؤوف برضه ما لعبش بالقدر اللي هو يبقى ياخد فرصته ويخش ويحط رجله في الملعب. السيد حمدي كذلك، يعني لسه مره كويس مره مستوى مذبذب. فالنادي الاهلي مشكلته الاساسيه في تدعيم الصفوف. لسه برضه بعيد. جده هو جده برضه يعني بيلعب لما الاهلي بيلعب 4-2-3-1، فما بيلعبش في اللي هو السترايكر الصريح، بيلعب على طول وينج رايت او وينج ليفت. فشايف الاهلي مشكلته الاساسيه في تدعيم الصفوف. بعض الناس تقول مشكلته فنيه، لكن انا شايف ان الكابتن محمد يوسف بيشتغل بالقماشه اللي عنده. ما اعتقدش انه في بالامكان افضل مما اللي هو افضل من مكان، يعني افضل مما هو بيعمله حاليا. تمام. طب دور ال 16 مع اهلي بنغازي بقياده طارق العشري، وفي وجود احمد عيد عبد الملك ومجموعه كبيره جدا من اللاعبين زي سادومبا ومجموعه مميزه من اللاعبين، فريق كويس. الاهلي هيستمر بالحاله دي؟ لو استمر بالحاله دي انت متوقع ايه؟ لو استمر بالحاله دي الكل يتوقع انه هيخرج، لكن احنا كنا بنقول نفس الكلام الماتش الصفاقسي في السوبر الافريقي، فوجئنا بفريق ثاني خالص في الملعب. يعني كل ما المستوى بيزيد مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا، كل ما اللعيبه مستوى بتزيد. ويمكن احنا كنا بنتكلم دلوقتي ان اللعيبه بتستفز احيانا في الكوره، لما تلاقي نفسها خلاص هتخرج بيبتدوا يطلعوا 200% من مجهودهم. انا اعتقد النادي الاهلي ممكن يعمل كده في دور ال 16 اللي جاي، وينتظر بقى تدعيم الصفوف لو تاهل بعد كده الربع النهائي. لكن اهلي بنغازي مش فرقه سهله اطلاقا. أكيد. لكن في نفس الوقت برضه لو بصيت هتلاقي خسرت في دور 64 2-0 خارج ملعبها من فرقه من تشاد، فرقه ضعيفه جدا. صحيح كسبتها بعد كده 4-0 او قبل كده في تونس، لكن برضه يعني فرقه مش غول قوي بالنسبه للنادي الاهلي. يقدر يكسبها لو ركز. تمام. طيب خلينا بقى ناخد الماتشات الوديه الدوليه اللي اتلعبت الاسبوع اللي قبل اللي فات. يعني عندنا ماتشات كتيره جدا طبعا، منهم ماتش مصر والبوسنه اللي احنا ما شفناهوش للاسف. يعني مش هقول لك شفته ازاي بس احنا ما شفناهوش. طيب هنتكلم الاول مصر والبوسنه، نتكلم عليه سريعا من التقارير الصحفيه اللي احنا يعني سمعناها وقريناها والكلام ده كله، واللي شافه بقى يعني على الكمبيوتر نزل بعديها على الانترنت على اليوتيوب، نزل اللينك بتاعه على اليوتيوب. بالظبط. رايك فيه ايه؟ انا شايف اصلا ان مصر تلعب منتخبات كلها في كاس العالم، سواء